كواليس تتويج الأهلي ببطولة الدوري العام النهاردة إن شاء الله. ماتش الأهلي وسموحة النهاردة الساعة 9، والزمالك مع زد في نفس التوقيت. الأهلي يحتاج لنقطة واحدة فقط علشان خاطر يتوج ببطولة الدوري العام 2024. الأهلي يحتاج التعادل فقط النهاردة أمام سموحة علشان خاطر يقدر ينهي مشوار الدوري الصعب هذا العام. معجزة كروية عملها مارسيل كولر، الداهية السويسرية اللي جاءت للنادي الأهلي محملة بالطموحات والأحلام. ماتش سموحة النهاردة الساعة 9، وماتش الزمالك وزد في نفس التوقيت. طبعا العيون كلها هتبقى مسلطة على ماتش الأهلي علشان خاطر التتويج. حضور جماهيري هيبقى كبير النهاردة في اللقاء. اللقاء هيبقى على استاد برج العرب او استاد اسكندريه. النادي الاهلي مقوم اتوبيسات علشان خاطر تنقل الجماهير من امام بوابه النادي في الشيخ زايد علشان خاطر يطلعوا على طريق مصر اسكندريه الصحراوي. النادي الاهلي ناشد الجماهير اللي هتروح من خلال اتوبيسات النادي ان هي تبقى معاها التذاكر والفان اي دي علشان خاطر سهوله الدخول للمدرجات. بالنسبه لنادي الزمالك، نادي الزمالك النهارده يعني بيلعب ماتش علشان خاطر يحفظ ماء وجهه ويكون في المربع الذهبي لهذا العام. طبعا الزمالك الموسم ده حقق يعني للأسف حقق حاجات مش مكاسب، ولكن المفروض ان هو يعمل عملية احلال وتجديد في الفريق الفترة اللي جاية. بعض اللاعبين هيمشوا زي يوسف اوباما هيروح بيراميدز، بعض اللاعبين المفروض ان هم يريحوا بقى، يعني خلاص دورهم مع الفريق انتهى زي شيكابالا وكذا لاعب. في كلام عن تجديد محمد عواد مع الفريق. محمد صبحي هيرجع من الإصابة قريب وفي حالة تأهيل دلوقتي. محمود الشناوي حارس الفريق دلوقتي الشاب صاحب 19 سنة بيأدي أداء مميز جدا جدا مع الفريق دلوقتي. المفروض ان هو بصراحة ياخد فرصة هو وزمايله اللي زيه اللي عندهم روح القتال علشان خاطر يقدروا يرجعوا الفريق لمنصات التتويج والمراكز الأولى مرة تانية. طيب بالنسبة لمارسيل كولر خلاص يعني المفروض ان هو سافر على سويسرا. في طبعا المفروض ان تم تعيين احد اعضاء او احد المساعدين لمارسيل كولر علشان خاطر يدير الماتشات النهارده. اجازه كولر هيقضيها في سويسرا مع عائلته بعد البطولات اللي حققها مع النادي الاهلي وعلى راسها دوري ابطال افريقيا وبطولة الدوري هذا العام. طيب في كلام بقى عن مترجم كولر اللي هو خالد الجوادي، و يعني أزمة ترجمته لأسئلة الصحفيين اللي بتتوجه لكولر وترجمته لكل ما يقال عن الإدارة في النادي الأهلي. الجماهير من كام يوم عاملة حملة على لجنة التخطيط في النادي الأهلي، محسن صالح والخطيب وزكريا ناصف، علشان خاطر طبعا الكلام اللي بيقال انهم سبب من اسباب فشل صفقات كتير جدا جدا جدا، واخرها صفقة يحيى عطية الله اللاعب المغربي اللي كان هيجي بديلا لعلي معلول المصاب حاليا. كلام كتير عن ان في فساد في لجنة التخطيط، وكلام كتير على ان في تحقيق هيتم مع مترجم كولر، وكلام كتير بيتقال ان يعني مترجم كولر هيتم تغييره، ولكن الجماهير ما تقدرش تسيب اي حد بيحب النادي الاهلي. خالد الجوادي من الناس اللي بتحب ومنتمية للفالنة الحمراء، ولكن يعني هل الانتماءات والصحوبيات والمصالح هتقدر تخلص الفريق من الناس اللي منتمية ليه، الناس اللي قلبها عليه، ولا ايه اللي هيحصل؟ لازم الكابتن خطيب يتحرك، لازم احلال وتجديد شامل
في لجنة التخطيط، محتاجين ناس عندها وعي وفكر جديد، محتاجين ناس تكون عيون بصاصة على اللاعبين والصفقات تقدر تخلص، محتاجين حد زي هيثم عرابي اللي جاب لنا ايفونا وجاب جون انطوي وغيرهم وقدر يجيب احمد حجازي رجعه تاني في مواسم كانت يعني كانت الفرقة بتعاني فيها من مراكز كبيرة جدا. الفترة اللي جاية ايه اللي هيحصل مش عارفين لسه. طيب الدوري خلاص النهارده ان شاء الله. الماتشات اللي جايه الاهلي هيلعب عدد كبير من اللاعبين زي احمد عبد القادر وقفشه والناس اللي كانت مستبعده من اللعب خلال الفتره اللي فاتت لسبب او لغيره. شكرا لحضراتكم، ودي كانت اهم التفاصيل او يعني الملخصات الخاصه بماتش الاهلي وسموحه النهارده.